ليس فقط بداية الخط العربي، بل هو أصل لخطوط قوميات وعرقيات وحضارات. يقول أحمد حسين شرف الدين: والخط المسند وهو قلم الجنوبية العربية الخاص من أبرز الأقلام السامية وأقدمها، وقد استعمله المعينيون وتفنن فيه السبئيون والقتبانيون والحميريون. ويقول الدكتور جواد علي: والمسند من الأقلام العتيقة، وهو أعتق من القلم النبطي، بل أقدم الأقلام التي عرفت في شبه جزيرة العرب، حتى من الأبجدية الكنعانية. ويقول: ويرى الكثير من الباحثين أن الأقلام التي عثر عليها في الجزيرة العربية كلها متفرعة من المسند، وهي تعد متأخرة إلى حوالي القرن الأول للميلاد. ونكاد نلمس أثر المسند في الكتابة الحبشية المستعملة في الوقت الحاضر دون عناء كبير، وهذا يشير بالطبع إلى أثر الثقافة اليمنية في الحبشة وفي السواحل الأفريقية المقابلة لبلاد العرب، وحتى في القلم البراهمي الهندي، حيث نلاحظ شبها كبيرا بينه وبين المسند. ولا يستبعد أثر المسند فيه، لأن العلاقات بين العربية الجنوبية والهند كانت قديمة جدا.